صحيح أن محكا وديا أمام خصم من حجم بوركينا فاسو كوصيف لبطل إفريقيا يعد اختيارا صائبا، لكن الخروج المر من سباق الوصول للمونديال أثر على قيمة وأسهم المواجهة رغم إصرار الناخب الوطني رشيد الطوسي وتجديده على أهميتها في سياق البحث عن نواة منتخب يمزج بين ذوي الفتوة والخبرة تحسبا للعرس الإفريقي ببلادنا بعد سنتين. اظن الجمهور المغربي خصو يولي عارف النواه الاساسيه للفريق الوطني والتشكيله اللي غنقدروا نعتمدوا عليها وتكون اساسيه من الان باش نعرفوا شكون اللي في حراسه المرمى، شكون اللي ظاهر ايمن ظاهر ايسر، يتعودوا عليها. ما يمكنناش نبنيو ولا نبنيوهاش مباريات وديه بهذا الحجم مع فروق كبيره، خصوصا المباراه بالساحل العاج حتى هي واخا تحصيل حاصل، ولكن كنعتبروها محك حقيقي بالنسبه للاستعداد للفريق المستقبلي. باستثناء غياب يوسف العربي اضطراريا إثر وفاة شقيقته، كل اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة متواجدون، بما في ذلك العناصر التي أنهت مع فرقها المعسكرات التدريبية في وقت متأخر أول أمس. نتمنى يكون واحد الانسجام قوي بين اللاعبين ان شاء الله من 2015، وهذه مباراة احنا ما كنحسبوهاش اعدادية، كنحسبوها رسمية. رسمية باش اول حاجه هي الجمهور المغربي يكون واحد الرضا على المنتخب، هذه اهم حاجه خصنا نوصلوا لها. هذه المواجهه التي تاتي قبل 3 أسابيع من المحطه الاخيره لتصفيات المونديال امام الكوت ديفوار، سيديرها طاقم تحكيم سنغالي بقياده ديو مالاي.